كتير مننا بيسمع أغاني المهرجانات ويحس إنها دوشة، صح؟ كلام غريب وساعات مش مفهوم. أغنية إخواتي بالذات ممكن تكون أكبر مثال على ده. بس لحظة واحدة، لو بصينا أعمق شوية هنلاقي إن ورا كل الفوضى دي في قصة، في شفرة. النهاردة هنحاول نفك الشفرة دي سوا ونشوف إيه الحكاية اللي مستخبية جوه الأغنية دي. طيب خلونا نبدأ. الأغنية بتخش في الموضوع على طول بجملة أغرب من الخيال. عاملين فقرة جهنمية هنغني لكم تحت المية. إيه ده؟ هنغني تحت المية؟ لا، ده مش كلام فاضي وخلاص، دي رسالة واضحة من الأول. انسوا كل حاجة تعرفوها، انتوا داخلين على عالم تاني خالص. طيب إيه هو العالم ده بقى؟ دي مش مجرد أغنية ودوشة، لا، دي عاملة زي ما تكون شفرة سرية. شفرة بتورينا ثقافة الشارع الحقيقية، أحلام الناس وقوانينهم الخاصة اللي بيمشوا عليها. يلا بينا نحاول نفهمها. أول حاجة لازم نعرفها، مين هم أبطال القصة دي؟ هم بيعرفوا نفسهم بلقب فخم قوي، أبطال الجمهورية. بس يا ترى مين دول بالظبط؟ الكلمات اللي بيقولوها هي اللي هتكشف لنا السر. شوفوا الجملة دي: هربانين من العباسية. لأي حد مش من مصر، العباسية دي أشهر مستشفى أمراض عقلية. طب هل هم فعلا هربانين من مستشفى؟ لا طبعا، ده تعبير مجازي قوي جدا. كأنهم بيقولوا إحنا رافضين قواعد المجتمع، إحنا مجانين بنظركم عشان بنعيش بطريقتنا الخاصة. وجملة مريحين بعد العملية دي بتكمل الصورة، كأن التمرد ده كان معركة وهم دلوقتي بياخدوا نفسهم. طيب إيه اللي بيلم كل الفوضى والتمرد ده كله على بعضه؟ مش فلوس ولا سلطة، حاجة واحدة بس، بسيطة قوي بس في نفس الوقت قوية جدا: الأخوة. هي دي الأساس اللي ماسك كل حاجة في عالمهم ده. طيب دلوقتي بعد ما فهمنا مين هم أبطالنا، يلا بينا نركب معاهم العربية ونشوف رحلتهم دي شكلها إيه. بس خلوا بالكم، الجولة في الشارع دي هتكون غريبة شوية. تمام، محتاجين هنا وقفة ترجمة ثقافية سريعة. لما نسمع كلمة القطة في الأغنية، الموضوع مش عن حيوان أليف خالص. في العامية المصرية القطة يعني بنت جميلة قوي. خلوا المعلومة دي في بالكم عشان هتبقى مهمة جدا في اللي جاي، لما يقول القطة بتاعتي المشمشية قاعدة جنبي في العربية. المشهد ماشي تمام، وفجأة الرحلة بتقف، العربية عطلانة، بنزق. ممكن أي حد يقول ده مجرد عطل بسيط في العربية، صح؟ بس في العالم بتاع الأغنية دي حتى أبسط المشاكل ممكن تفتح الباب على أغرب المواقف اللي ممكن نتخيلها. وفي وسط الزحمة دي كلها وهم بيزقوا العربية، بيشوف حاجة عجيبة قوي. بصيت وسط المعمعة شفت سمكة ومدلعة، سمكة ومدلعة كمان بالظبط كده. المشهد سريالي جدا كأنه حلم، وده يمكن يكون رمز للجمال اللي بيظهر فجأة في أماكن غريبة عمرنا ما نتوقعها. طب ورد فعله كان إيه لما شاف السمكة دي؟ درامي لأبعد الحدود. بيقول قلبي بينهار يا جماعة، يا طبيب هات السماعة. طبعا هو مش بجد قلبه بينهار، دي طريقته اللي بيقول بيها إنه اتخض من كتر الجمال الغريب ده، مش مصدق اللي شايفه. استعدوا بقى لواحد من أذكى التشبيهات اللي ممكن نسمعها. بيقول أنا قلبي كوافير، داخلين خارجين ليلاتي. يا خبر، تخيلوا معايا الصورة دي. قلبه مش بتاعه، ده مكان عام زي الكوافير، ناس داخلة وناس خارجة طول الليل. دي طريقة عبقرية توصف قلب مرهق من العلاقات اللي بتيجي وتروح ومن الفوضى العاطفية. طيب بعد كل الفوضى دي سواء في الشارع أو الفوضى العاطفية، الأغنية بتوصل للحظة مهمة قوي. هنا بقى كل حاجة بتهدى شوية وصاحبنا بيكشف لنا عن فلسفته في الحياة. هنا بقى فلسفته بتبان بوضوح. هو بيرفض الفرافير حتى لو راكبين فيراري، وبيختار التقدير حتى لو معاه جهاز أتاري قديم. ده الصراع الأزلي، المظاهر الكذابة قصاد الجوهر الحقيقي. الفيراري هنا رمز للغنى الفاضي، والأتاري رمز للأصالة والذكريات الحلوة. بالنسبة له الاختيار محسوم. بس بعد ما بيعلن مبادئه دي بكل قوة، بتيجي لحظة صدمة بالواقع. بيقول وأتاري الدنيا أتاري مش حلوة زي اللي في بالي. هنا بنشوف جانب ضعيف منه، بيعترف إن الدنيا في الآخر خذلته، الواقع طلع أبشع من أحلامه. طيب لو الدنيا طلعت مخيبة للأمال كده، يبقى إيه اللي فاضل؟ إيه الحاجة الوحيدة اللي لسه ثابتة وممكن الواحد يعتمد عليها؟ الأغنية بترجع تاني للنقطة الأساسية بتاعتها عشان تدينا الإجابة.
6 مرات. الرقم ده مهم جدا، ده عدد المرات اللي بيكرر فيها كلمة إخواتي في الكورال الأخير. ده مش مجرد تكرار وخلاص، ده إعلام. دي إجابته على كل حاجة، على الفوضى، على خيبة الأمل، على كل شيء ده. وهنا بتيجي الخلاصة كلها، القانون اللي هو عايش بيه. مش هقدر بس غير إخواتي. في دنيا مليانة غش ومواقف صعبة، في حقيقة واحدة بس يقدر يثق فيها: إخواته. هم دول بس اللي يستاهلوا التقدير. يعني الأغنية دي اللي بدأت معانا بشكل فوضوي وسريالي طلعت في الآخر أكتر من كده بكتير. دي وثيقة ثقافية، شباك صغير بنبص منه على مبادئ جيل بحاله. جيل الولاء والاحترام والأخوة بالنسبة له هم العملة الحقيقية في دنيا صعبة. وده يخلينا نفكر كم قصة تانية مستخبية في المزيكا اللي بنسمعها كل يوم في شوارعنا. يمكن المرة الجاية لما نسمع مهرجان نحاول ندور على الشفرة اللي ورا الدوشة دي.